يا سلام عليك يا كابتن عماد، شخصية النادي الأهلي رجعت على إيدي كابتن عماد النحاس. يا نحاس خلصت على كل الناس، رباعية وخماسية بسم الله ما شاء الله. طبعا الأهلي طبعا النهارده خلص على المصري برباعية مقابل هدفين، رغم البداية السيئة للنادي الأهلي أو حالة التوهان في أول المباراة. النادي الأهلي يجي فيه جون هدف يعني في سذاجة دفاعية ساذجة جدا يا جماعة. لكن نعمل لايك كده مع بعض يا حبايب يوسف في كل مكان، وما تنساش طبعا الاشتراك في القناه لو انت مش مشترك عشان تشوف كل جديد. النهارده الاهلي يا جماعه زي ما اتفقنا مع بعض ان البدايه للنادي الاهلي سيئه جدا، لكن تشعر ان النادي الاهلي رجعت هيبته من جديد. هويه النادي الاهلي موجوده يا جماعه. ده الفرق، ده الفرق تحت قياده كولر اللي فقد هويه النادي الاهلي وفقد الشراسه الهجوميه، اللي هو بقى خايف، جبان، مش عارف بعض المباريات متحفظ زياده عن اللزوم. لكن شوف النهارده الشكل الهجومي بتاع النادي الاهلي. تعال النهارده شوف اسامه ابو علي مثلا، حالته بعيد عن الفنيا. عماد النحاس يعني اجتمع مع اسامه ابو علي اكتر من مره ورجعه نفسيا وذهنيا للمباراه. شوف بيسجل النهارده كره ثابته ولا اروع، مفيش احلى واجمل من كده. عالمي، هدف عالمي، الوحيد في النادي الاهلي منذ انضمامه. وفي طبعا الموسم اللي فات هو بيسجل كرات ثابته، هو الوحيد. اسامه ابو علي سجل النهارده، سجل في ماتش بتروجيت، سجل في ماتش الحدود، سجل النهارده في ماتش المصري. ده الفرق، ده الفرق ان المدرب بيعرف يحتوي اللاعب بتاعه نفسيا قبل ما يشتغل معاه فنيا في الملعب. بتشوف امام عاشور برضو متوهج بسم الله ما شاء الله. العناصر الهجوميه بتاعت النادي الاهلي لا في شغل فني واضح، في شغل تكتيكي كبير، لكن في بعض الاخطاء الدفاعيه اللي لازم نقف عندها النهارده في الهدفين بصراحه. سواء الهدف اللي دخل في مرمى النادي الاهلي، الهدف في بدايه المباراه، هدف بصراحه عن طريق صلاح محسن. لكن هدف يا جماعه مش ممكن، مش ممكن. اخطاء دفاعيه ساذجه. وانا في رايي الشخصي ثنائيه ربيعه وياسر ابراهيم لازم تتغير. لا ممكن تلعب بمصطفى وربيعه، قصدي مصطفى العش، طبعا مصطفى العش وياسر، ويعني واحد من الاثنين دول جنب العش.